كانوا ناس زمان كيقولوا العروسة ماشي غير زينة في النهار الكبير، العروسة هي تربية وحياء والصبر السنين. وكان جهاز العروسة ماشي غير حوايج كتدخل الصندوق، كان قصة طويلة فيها العرق وفيها النصيحة وفيها البركة. كانت البنت كتفيق مع الفجر وكتسمع أصوات الدجاج والديور كيتنفسوا مع أول ضوء، كتدخل لبيت الطين، كتجلس قدام القصعة ولا فوق الزربية البلدية وكتبدا تخيط واحد المنديل الأبيض. منديل بسيط ولكن عنده قيمة كبيرة، حيت كل غرزة كتعلم الصبر وكل دقيقة كتقوي القلب. في الدوار كانوا النساء الكبار كيجتمعوا في الزنقة ولا قدام دار شجرة، كيديروا قفاف كبار مملوين بطلامط وفوط وتياب مطوية بثقة، وكل حاجة كيديروها بالعقل. وحدة كتقول هادي العروسة نهار الحمام، وحدة كتجاوب وهادي نهار الدخلة. وكان الجو دافي فيه ريحة الطياب وفيه ريحة الناس اللي كيعرفوا قيمة كل حاجة. وكانت البنت كتوجد راسها بالطرق ديال الزمان، كتغسل وجهها بماء الورد في طاسة نحاسية كتبرد اليد، كتدوز على شعرها بزيت اللوز وكتسمع نصائح الأم: يا بنتي الجمال ماشي غير في الوجه، الجمال في اللسان اللي ما يجرحش وفي القلب اللي ما يحقدش. وكيجي النهار ديال الحنة، كان نهار كبير، النساء كيديروا حلقة كيدوروا على القصعة الطينية اللي فيها الحنة البلدية، كيخلطوها بمواد طبيعية والصوص ديالهم كله فرحة. وحدة كتغني، وحدة كتزغرت، ووحدة كتشد يد العروسة بحنان وكتحط ليها الحنة. وكان البهجة كتخرج من العينين قبل اليدين. وبعد داك النهار كيبدا أهم جزء: تجهيز الصندوق. الصندوق الخشبي المنقوش اللي فيه رائحة الخشب القديم واللي كل دار كتورث واحد مثلو. النساء كيدخلوا فيه الحوايج بكل احترام: تياب مطوية مزيان، مناديل بيض، طلامط صغار، بخور، عطر تقليدي، مرايا قديمة كانت ديال الجدة. وكل حاجة كيديروها وكيتلفظوا بكلمة: الله يكمل بالخير. والبنت كتجلس حد الصندوق، كتشوف الحوايج وكتشوف لشياتها اللي غادي تبدل، الخوف، الفرح، الحياء، كل شي مجموع في هاد اللحظة. وكتجي الأم كتجلس حدها وكتقول لها بصوت هادئ كيحرك الحجر: يا بنتي الجهاز كيتحضر في الدنيا، ولكن الراجل والدار كيتبناو في القلب. ادخلي بخير وخرجي الخير. وهكا كان جهاز العروسة زمان، قصة ماشي ديال الحوايج، قصة ديال تربية وقيمة وقلوب كتخدم بالصمت ولكن بالحب الكبير. زمان تبدل ولكن الخير باقي، والعروسة اللي كتدخل بالحياء كتدخل بالبركة.